ودته الله واحتوان الهم بعده والوهن، والله يصبرنا على الفرقة وفي الخافق حنين. لكن أنا أفتقد نور بشدة، أفتقد هذه الأسطورة. عجزت أتخيل الاتحاد بدون نور، عجزت أنسى كل ذلك التاريخ، تلك اللحظات والملاحم والانتصارات والألقاب والتصريحات والمواقف والكاريزما والقوة العاشرة التي تحرك العشرة، وذلك القائد الكبير نمر الاتحاد الأول. لا يمكن نسيان كل ذلك بسهولة. أفتقد إلى نور مع الأيام أكثر وأكثر. ولسه 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 ولسه. الله أكبر، الله أكبر. مستحيل، شو بتسوي؟ أنت مو طبيعي. تدخل يعني تدخل نور ما يلف ويدور. السعودية ما في خلاف على ذلك، إنجازات، أرقام، مسيرة كفاح، مسيرة يعني قصة بطل. آسيا كلها تعرفها. أنا سافرت اليابان مع الاتحاد السعودي، شاهدت جماهير يابانية تأتي إلى الفندق للتصوير مع محمد نور، تسأل عن الرقم 18. استطاع أن يضع لنفسه تاريخ من الصعب حقيقة تكراره. لا نضخم ولا نمجد لكن ننصف هذا الشخص اللي عانى في طوال مسيرته من أمور كثيرة الكل يعلمها، من أمور كثيرة ما أريد أقول أنا ظلم، لكن على الأقل بأنه لم ينصف بالطريقة الحقيقية. كانت كل الجماهير تنتظر على الأقل أن يأتي الإنصاف الحقيقي والكامل من بيته اللي قدم له كل التضحيات واللي قدم له كل العطاء. نور كان شخصية، كان الهيبة، كان القائد، كان الكاريزما، كان القوة، كان الأسطورة، كان أشياء كثيرة في نادي الاتحاد. حقيقة أنا أقول هذا الكلام لأن هذا اللاعب يستحق. يعني أنا عرفته عن قرب. نور حتى خارج الملعب في ناس كثير ما تعرف نور الإنسان إيش كان ممكن يقدم بالنسبة لأبناء منطقته، لأبناء حارته، الأعمال الخيرية اللي هو يسويها، البطولات الكبيرة اللي هو ينظمها، أشياء كثيرة. يعني نور كان فترة كفاحة كبيرة حتى وهو صغير. مسألة المواصلات ما كانت عنده مواصلات، أمور كثيرة قد تجهلها الإدارة الحالية. لا أريد أن أكون قاسي على الإدارة، لا أعلم كل تفاصيل الموضوع، قد أكون أرى بعين واحدة اللي هي عين زاوية محبي نور، ولذلك سأكون يعني معه في هالنقطة. لكن بكل حال من الأحوال تشعر بصراحة بأن النهاية ليست هي ليس المشهد المنتظر لنجم بحجم وقيمة محمد نور. المشهد كان المفروض يكون أكثر جمالا. الختام كان هذه الأمور ما فكروا فيها كثير أو ما حسبوها صح، أو ما كانت الأمور بالنسبة لهم هي الأمور اللي تنتظرها جماهير. ردة الفعل كانت كبيرة من جماهير الاتحاد وغير جماهير الاتحاد. أنا بصراحة لا أتكلم عن الاتحاد ولا أتكلم عن ميول ولا أتكلم عن نادي معين. أنا واحد من محبي نور، واحد من محبي أي نجم من نجوم كرة القدم في الخليج، في الوطن العربي، اللي كانوا مثال لتقديم التضحيات واللي كانوا صورة للنموذج اللاعب الرياضي اللي نتمنى مشاهدته. هذا النموذج لا يستحق هذه النهاية، يستحق نهاية حقيقة تليق بقيمته وبتاريخه وبمكانته وبنجومه. يعني خلاص بكل سهولة انتهى كل شيء، بكل سهولة انتهت القصة. نور خارج الاتحاد صراحة يعني أمر مؤلم صراحة، أمر يعني قصة صعبة جدا في اللاعب. ما زلت أقول بأن جماهير الاتحاد لن تنساه وستقدم له النهاية اللي هو كان ينتظرها، ولن تترك محمد نور حتى لو تخلى عن البعض.
أفتقد إلى نور مع الأيام أكثر وأكثر.